في سنة 2056 البيئة على كوكب الأرض وصلت لمرحلة كارثية. الأغنياء بس هم اللي يقدروا يعيشوا في قباب هواء بتحميهم من تلوث الجو. الشركات الكبيرة بقت بديل للحكومات، وكل الحروب بتتحسم عن طريق جيوش الشركات دي، وكل المحاولات اللي اتعملت علشان الناس تلاقي مكان تعيش فيه في الفضاء فشلت. انتم مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. شركة اسمها نبرا هي المالكة لمحطة أبحاث فضائية اسمها روبيكون، ودي آخر قاعدة شغالة في الفضاء بتحاول تلاقي حل لأزمة البيئة. في يوم نبرا تبعت القائدة هانا والكيميائي جافن علشان يروحوا يتفقدوا محطة روبيكون باستخدام مكوك فضائي اسمه نافيكون، بس الرحلة بتتعقد لما يكتشفوا إن المحطة مش موجودة في الإحداثيات اللي المفروض تكون فيها. هانا بتضطر تعمل حركة خطيرة علشان تقدر توصل بالمكوك وتربطه بالمحطة، وهناك الطاقم يظن إن العطل من أنظمة المكوك نفسه. كمان ما بيكونوش مبسوطين إن هانا تبع الجيش، وده باين من الشريحة المزروعة في رقبتها. بعد ما تطلب تقرير عن سبب العطل وتشوف مزرعة الطحالب، هانا تروح أوضتها وتكلم أختها كنوف اللي برضه في الجيش. الاتنين دول اتربوا فقراء وانضموا للجيش بس علشان المرتب. بس المكالمة بتتقطع فجأة لما أختها يتم استدعائها لحالة طارئة. بعدين طاقم روبيكون يحتفلوا لأن أغلبهم هيرجعوا للأرض بعد ما هانا وجافن وصلوا علشان ياخدوا مكانهم، وكمان المفروض يوصلوا 3 أفراد جدد قريب. رئيس الفريق الدكتور ديمتري بيكون ودود ويدعوهم يلعبوا كوتشينة، لكن ابنه دانييلو بيتعامل بعدوانية مع جافن لأنه من عيلة غنية كانت عايشة في قبة هواء بأمان. هانا توقف الخناقة قبل ما تتطور، وبعدين تراجع التقرير اللي جابوه ليها الطاقم، وبتكتشف إن مسار الرحلة اتغير علشان في سحابة غريبة بتغطي النص الشمالي من الكوكب فوق المدينة اللي فيها أغلب النشطاء البيئيين. في مئات الضحايا بالفعل، وده بيصدم جافن اللي كان واحد من النشطاء دول. هانا توافق على تغيير المسار الجديد، وبعدها تروح ورا جافن اللي راح لغرفة الاتصالات يحاول يوصل لأخبار الأرض بس من غير فايدة. هانا تفتكروا إنها ممكن تكلم نبرا لأنها معاها اتصال مباشر، لكن جافن يرفض إنه مش واثق في أي معلومة جاية من الشركات. اليوم اللي بعده الطاقم كله يمشي ما عدا ديمتري وجافن وهانا. دانييلو ياخد معاه عينات الطحالب اللي طلبتها نبرا، وديمتري يوعده إنها هتفضل سليمة طول الرحلة، لكن تصرفاته غريبة شوية. بعدين هانا تكلم رؤسائها وتقول لهم إنها شاكة إن العينات اتلعب فيها، لكن نبرا مش مهتمين، ويبلغوها إن في خطة جديدة لازم تجهزها خلال أيام اسمها إيكاروس، ولازم تشتغل بسرعة وتفهم إزاي ديمتري قدر يعمل نظام الطحالب اللي بيوفر أكل وهواء. بس كل مرة تحاول تقرب من المزرعة من غير ما يشوفها تلاقي ديمتري هناك بيراقبها. بعد فترة يوصل لهم نداء استغاثة من الطاقم اللي مشي، بيقولوا إنهم تايهين ومش قادرين يتواصلوا مع الأرض. هانا تحاول تتصل بنفسها لكن مفيش رد، فبتخرج في نزهة فضائية علشان تشوف النظام بنفسها، لكن فجأة الطاقم يصرخوا إنهم بيحترقوا، وبعدها الاتصال يتقطع. هانا بتكتشف إن الأرض كلها بتتغطى بضباب بني غريب. لما ترجع للمحطة تحاول تتصل تاني من غير نتيجة. ديمتري ينهار من الحزن على ابنه، وهانا تفتح التابلت تلاقي رسالة من أختها بتقول إن الدنيا فوضى، وكل الوحدات العسكرية بتساعد في إخلاء الناس للملاجئ. بعد يومين لسه مفيش أي رد من الأرض. جافن يحاول يحلل الغلاف الجوي ويفهم إيه سبب الضباب، وبيظن إنه السبب في مشاكل النفاحة اللي حصلت، بس استحالة ينتشر كده بسرعة. ديمتري يقفل على نفسه أوضته، وهانا تحاول تواسيه وتجيب له أكل لكنه يطردها. بعدها هانا تبدأ تبني راديو جديد من قطعة قديمة في المحطة، لكن تلاحظ إن جافن بيتصرف بغرابة. التحليل خلص وطلع إن جو الأرض سام، فبيفقد الأمل ويحاول يأذي نفسه. هانا بتنقذه بمساعدة ديمتري، وبعد ما بيفوق ديمتري بيعالجه في المستشفى لكنه مش مهتم لو عاش أو مات. هانا تواجهه وتقول له إنها عارفة إن نظام الطحالب متطور أكتر من اللي بيقوله في التقارير، وساعتها يعترف إنه كان مخبي الحقيقة علشان فاكرها جاسوسة. ولما هانا تقول له إن المشروع تابع لنيبرا لأنها هي اللي مولاه، يغضب ويقول لها إن المشروع بتاعه هو وابنه دانييلو. لما جافن يصحى يقول لهم إن الضباب سام وإن كل البشر على الأرض ماتوا. جافن يدخل في نوبة هلع، فديمتري يحقنه بمهدئ ويقول لهانا إنهم أمينين في المحطة لأن الطحالب ناجحة وهتوفر لهم أكل وهواء لسنين. هانا تكمل شغلها على الراديو مقتنعة إن أكيد في ناس عايشة في القباب، لكن لما تحاول تتواصل تاني مفيش أي رد. لما جافن يفوق يقول إن الضباب سببه تفاعل غازي من طبقة الجليد الدائمة اللي العلماء كانوا محذرين منه. في احتمال إن بعض الملاجئ فيها أكسجين كفاهم فترة، لكنهم هيموتوا لما الإمدادات تخلص. جافن يكره فكرة إنه يعيش في علبة معدنية مع شخصين بس، لكن ديمتري يمنعه من الانتحار ويقول له إن النظام محتاج 3 أشخاص علشان يفضل شغال،
لأنهم بينتجوا ثاني أكسيد الكربون والطحالب بتحوله لأكسجين. جافن يقرر يعيش، وبعد فترة يقرب من هانا وبيحكوا عن إحساسهم بالفشل في حياتهم وبيقضوا الليلة سوا. بعد أسبوعين هانا تلاحظ لون بني غريب في الطحالب، وديمتري يقول لها ما تقلقيش، بس بعدها ياخد عينة ويحللها ونتيجتها بتخوفه. بدل ما يقول لهم يدعوهم يسهروا ويلعبوا قمار ويشربوا. هناك جافن يعرف إن هانا كانت جاسوسة لنيبرا، وديمتري يعترف إنه بعت عينات مزيفة مع ابنه لأن الشركة كانت ناوية تبيع النظام للأغنياء، بس ابنه رفض وقرر ينصره مجانا. بعد فترة هانا تكتشف إنها حامل، والطحالب بدأت تتلون باللون البني أكتر. في نفس الوقت المحطة بتتلقى إشارة من ناجين من نيبرا وهم 300 شخص في قبة، والأكسجين عندهم بيخلص وعايزين مشروع الطحالب. هانا تتفاجئ إنهم عارفين عنه، وده يعني إنهم كلهم رؤساء شركات وأغنياء. وفي الوقت ده ديمتري يكتشف إن التلوث وصل حتى لأكلهم. لما هانا وجافن يبلغوه عن الناجين يرفض يساعدهم وبيقول إن الرجوع مستحيل لأن المركبة اللي تقدر تطير راحت. جافن يصر لازم ينقذهم، لكن ديمتري يرفض ويقول إنهم السبب في موت ابنه. بعدها هانا تتعب وديمتري ياخد منها عينة دم بحجة الفحص، وهناك يقول لها إنها حامل، والطحالب بتتفاعل مع الهرمونات في جسمها علشان كده بدأت تتغير. بيقول لها إن الجنين هيموت لو رجعت للأرض، بس هانا بتصر على الرحيل. جافن يتأثر بكلامها الأول، لكن بعدين يقرر يبقى معاها. التلاتة يستعدوا للرحلة، لكن المركبة بتعطل ونظام التبريد بيبوظ، فهانا تفصلها عن المحطة قبل ما تنفجر، وده يخليهم عالقين للأبد. جافن يغضب منها وبيكلم رؤساء نيبرا لوحده، وهناك يطلبوا منه يسألها عن خطة إيكاروس، وهي تقول له إنها كانت مهمتها الأصلية إنها بعد ما توصل للعينات كانت لازم تفصل المعمل وتسقطه على الأرض، بس المعمل مش معمول لنقل ركاب ومش بيتوجه. جافن يقرر يجرب رغم الخطر، لكن هانا تتردد. بعدين تكتشف إن حد بوظ نظام التبريد، وتكتشف إن ديمتري هو السبب. هانا تهاجمه وتخليه يجهز نظام إيكاروس بنفسه، وهناك ديمتري يستنتج إن نيبرا بعتت هانا مخصوص علشان هي كانت عارفة إن الكارثة جاية وسايبة الناس تموت. هانا تبدأ تشك في كل حاجة. لما يكلموا الأرض تكتشف إن الملاجئ مخصصة للأغنياء بس، وإن الجنود اللي كانوا بيساعدوا بيم تركوهم بره، وده معناها إن أختها ماتت. هانا تنهار وجافن يحاول يقنعها تكمل المهمة، لكنها ترفض تنقذ الناس اللي شايفين الباقي أقل منها. بالنسبة لها المحطة أأمن لطفلها من جحنم من الأرض. بعد كده هانا تشيل الشريحة من دماغها وتنام، لكن تصحى على صوت جافن وهو رابط ديمتري وبيحاول يشغل المعمل لوحده. في آخر لحظة هانا تدفعه بعيد وتفصل النظام علشان ما يقدرش ينفذه. بعد شوية هانا تلاقي رسالة من الأرض وتمسحها من غير ما تسمعها. بعدها تكتشف إن جافن ضحى بنفسه وتودعه هي وديمتري ويرموا جثته في الفضاء. ودلوقتي مفيش غيرهم هما الاتنين، فهانا تفكر تصلح نظام إيكاروس علشان تقدر تنزل الأرض. ديمتري ينهار ويعترف إن كلامه عن احتياجهم لتلاتة كانت كدبة علشان يمنع جافن من الانتحار. بتمر سنين وهانا بتولد بنت وبتسميها كنوف على اسم أختها. في يوم الطفلة تلعب بتلاقي الراديو القديم وفجأة يشتغل وبيطلع صوت من الأرض بيقول إن في ناجين في الجنوب وبيطلبوا منهم ينضموا ليهم. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير واشتراك فيلم من الآخر علشان يوصل لكم كل جديد.